اسمك؟ مارك رضا. مين أمير؟ سنك؟ 18. 17 سنة. ايه هوايتك يا مارك؟ بحب العب كوره وامثل. بحب أقرأ كتب. إيه نفسك تطلع ايه؟ مش حاجه معينه، بس نفسي بقى لو ركزت في حاجه بحبها اطلع فيها ناجح فيها يعني. دكتور نفسي. مين هو مثلك على يا مارك؟ والدتي. مجدي يعقوب مثلا. مينا، انت شايف ان الخطية دي بتكون ممتعة؟ بتبقى ممتعة، بس متعتها بتبقى لحظية. يعني مثلا ممكن تكون في لحظتها، انما انت بعد كده هتحس لا، انا ايه اللي انا عملته ده. بتبقى ساعات وساعات. طب انت لو شايف ان الخطية ممتعة، ليه هي مهلكة لحياتك؟ عشان هي غلط اصلا، هي بتهلك روحي. هي ممتعة الجسد بس مش ممتعة للروح. طب ايه الفرق ما بين السعادة اللحظية اللي انت قلت عليها والفرح الحقيقي؟ الفرح الحقيقي ان انا دايما احس ان انا جوايا سلام داخلي، ميبقاش جوا مثلا حاجات كتير مضايقاني. انما انا بعمل خطية بعديها بلحظة ببقى مش طايق نفسي وحاسس ان انا خلاص ومفيش حاجة قبلاني ودي كلها مقفلة السعاده اللحظيه بتبقى مؤقته، يعني ممكن مثلا تقعد حبه وتروح، لكن الفرح الدايم تبقى حاجه انا جوايا ببقى فرحان فيها دايما يعني. انت شايف ان الصحاب ممكن يكونوا سبب في ان احنا نقع في حاجة زي كده؟ اكيد. لو انت مكان ادم كنت هتسمع كلام حواء وتاخد منها تفاحة؟ ما هو الانسان لما اتخلق كان هو معرض للخطيه، فانا معرفش، ممكن لا. دي مش عارفها، بس انا لو مكان ادم كان ساعتها ربنا كان قايل له ان هو لو اكل من الشجره دي ساعتها هيقع في الخطيه، فهو مكنتش عارف في مكانه بس اعمل ايه، بس انا لو كنت مدرك تماما فهيبقى لا. مين المثل اللي انت عايز تكون زيه في رفضه للخطية ولذتها؟ يوسف لما جت الملك فطيفار قال آية حلوة قوي، بيقول كيف لا أصنع هذا الشيء العظيم أمام الرب. ما بحب الآية دي قوي، فهو يوسف الصديق. يوسف. اهلا بيكم في حلقه جديده من زوم ان. ليه زوم ان؟ علشان نزوم ان على كل قضيه بتخص شبابنا. بنرحب معانا باستاذ جرجس، حقيقي مبسوطين جدا انك معانا بجد النهارده. ميرسي يا استاذ بشوي، انا اللي اسعد. حضرتك سمعت اجابات الشباب كانت عامله ازاي، واجاباتهم في كل سؤال، وان هم ازاي شايفين ان الخطيه ولذتها هي اكتر حاجه مضره فعلا حقيقي، وان كل واحد شايف ان اللذه دي بمحمل تاني. رايك ايه؟ دي حقيقة تمام. كل واحد فينا بيشوف الخطية بشكل مختلف، والشيطان هو ده دوره، انه كل واحد على حسب طاقته وعلى حسب امكانياته وعلى حسب تصوره لشكل الخطية تمام بيبتدي يتعامل معاه. ملهوش دعوة بشكل ولون لا، هو بيتعامل مع كل واحد على حسب طبيعته. شايف ان اللذه بيكون ليها مراحل؟ أكيد. الشيطان دايما بيستخدم 3 مراحل ثابتين في كل مراحل الخطية مع أي حد. الإثارة، بيصير جواك الشكل العام للخطية، بيبقى شكلها عامل إزاي، بيحول الإثارة دي تمام للذة، وبعد كده يخليك تنفذها. وهو ده الأهم، إن إحنا إزاي نفرق ما بين كل حاجة بيدهنا الشيطان تمام علشان خاطر نفرق ما هو بين. الشيطان بصراحة للأمانة هو يعني هو ذكي في إن هو يتعامل مع ده، إن هو ذكي إن هو يحط قدامك الصورة الملونة قد إيه هي حلوة، وهي فعلا هي لذة الخطية، هي فعلا هي جميلة، وفعلا أنت بتشتهيها، وفعلا الموضوع بيكون ممتع، وأنت لما الشيطان بيحط لك الصورة دي بس أنت بتكون مغيب ليها. أنت مش بتكون شايف إن الصورة اللي قدامك دي عاملة إزاي إلا في وقتها. الدنيا ملونة قدامك خالص، بيلونها لك بطريقة حلوة قوي، للأمانة بيكون حلوة جدا، إن كل حاجة وبيحط لك تبرير ليها. أي حاجة الشيطان هيديك ليك تبرير. اعرف إن في كل مرة بحسها برضو إن نقطة إن أنت لما تسمع تبرير أنت تسمع ده صوت الشيطان. يعني لما تشوف إن الخطية إزاي هي عادي قشطة، مش ما فيهاش حاجة يا عم، ده كل سنك بيعمل كده. ايه الفرق ما بينك وما بين صحابك؟ ده انت ممكن صحابك بيعملوا حاجات اصعب، ده انت يا دوب بتعمل حاجه بسيطه. فانت كل التبريرات دي كلها هي الصوره اللي مغمي الشيطان بيها عينك. عندك حق. آه، الشيطان دايما بيحاول بقدر الامكان ان هو يخليك فرحان بالقصة، مبسوط قوي بيها، متلذذ بيها، عشان يشبعك بيها اكتر ويخليك تقتنع بالفكرة اكتر، فيخليك واقع فيها اكتر. وهو ده دوره. هو في كل مرة عايزك تبعد بكل الطرق وبكل الاشكال عن ربنا. هيبعدك ازاي؟
غير لو هو حببك في الحاجة. لو ما حببكش فيها استحالة هتعملها. حضرتك قلت لي برضو قبل ما نبدا، قلت لي داود هو طبعا. فعلا. يعني لو خدنا أمثلة من الكتاب المقدس تمام، الأمثلة كتير جدا، بس يعني أشهرهم داود. داود النبي في البداية أما عمل الخطية مع آم، مرات يوريا زوجة الحسا. زوجة يوريا أوريا الحسا. الحسي. آه، هو كان مرتاح، خلى كل الجيش يخرج يحارب وهو الوحيد اللي كان قاعد في البيت. وعمل خطيه بخطيه. ده زود زود الخطية بخطية ألعن. مم. إن هو مش عمل الخطية مع زوجة أوريا الحسي، بل بالعكس، ده جاب أوريا الحسي واتفق مع قائد الجيش إن هو يقتله علشان حط خاطر قدام يحطه في أول الجيش، الجنود. عشان خاطر أول إصابة تبقى ليه. وأما مات، دي كانت الخطية الأكبر. بس هو داود وشمشون هم وقعوا بس قاموا. فانا ازاي اقدر اسيطر على نفسي ان انا بعد لما خلاص انا وقعت، انا اتلذذت بالخطيه دي ووقعت، ازاي اقوم نفسي واساعد نفسي ان انا اقوم كده؟ أه هقوم نفسي بكذا حاجة. تمام. يمكن هنرجع لداود. تمام. ده قام وقام قومة مش طبيعية. مم. يعني أما قام ورجع والله بعت له نسان، قال له تمام، انت هتموت، لكن ربنا رفع عنك خطيتك. ايه ده؟ انا قمت بس قام ليه؟ عشان داود كان عايز كده. اول ما قام اعترف بكل خطيته لنسان، وما انكرش ان هو عمل الخطيه، بل بالعكس كان كان معترف صادق مع بيها، نفسه ودايما جدا. كان ضميره كان بيأنبه ان هو ازاي يعمل طبعا حاجه زي كده بعد صادق مع سنين. نفسه جدا، ان هو كان يقوم من الخطيه. وعشان كده ربنا غفر له خطيته، ورجع داود لمكانه الاساسي اللي كان اصلا في قلب ربنا. خلينا برضو ناخد نقطه ان انت كشاب، ما انا هعمل خطيه وخلاص، ما هعترف. وقعت خلاص، ما انا هقوم تاني، صح؟ انا هقوم واعترف والدنيا كلها لذيذه، فما جاتش يعني هعمل خطيه الفلانيه، هشتم شتيمه الفلانيه، هعمل اي حاجه، ما انا هقوم كده كده. في ناس بتقوم زي داود وشمشون، وفي ناس تانية ما بتقومش، صح؟ اكيد. الكتاب برضو يعني راح للحته دي. يهوذا الاسخريوطي اكبر مثال بالنسبه لنا في العهد الجديد، تمام، عن ان هو راح للخطيه وتشبع بيها. وبرضو في الاخر كان في فرق ما بينه وما بين بطرس اللي عمل خطيه اكبر منه، لكن بطرس زي ما حضرتك كنت بتقول رجع كان ندمان. لكن يهوذا مد ايده في الصندوق وكان شايف ان ده حاجه كويسه بالنسبه له، وان ده حقه الطبيعي ان هو يعمله، ان هو يمد ايده في الصندوق. ما هي دي فعلا النقطة، ان انت الشيطان بي عارف بيتحايل بشكل، يعني هو لعيب هو طبعا لعيب طبعا. هو لعيب بجد. اللي هو انت ازاي بتحبك كل حاجة في فكر الشخص اللي قدامك، وتبين الصورة اللي قدامك اللي انت حطيتها قدام عيني دي ازاي حلوة كده، ازاي انت محلي ومبرر بطريقة غريبة. ازاي يعني الشيطان بجد، يعني هو بيكون شاطر قوي في ده، بيكون شاطر ان هو يديك مبررات. انا طول ما بسمع مبرر دي صورته اللي هي محطوطة، والصورة اللي هي مش بتفضل، الصورة اللي هي بتفضل ثواني لحد ما تنفذ الخطية، لحد ما تعمل اي خطية خلاص خلصتها، الصورة دي قلبت سودا، اسودت مرة واحدة، بتقلب بندم. أكيد. بتقلب ان انت ضميرك بيأنبك. وللأسف دي برضو بتوصل لحاجة تانية أوحش، ان انت ضميرك ده بيقل مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة. طول ما انت وراه تمام، تأكد تماما ان انت ضميرك زي ما بيقولوا ايه، ضميرك بيموت. ليه بيموت؟ لان انا سايب نفسي ميت بدون حياة، وده الأصعب. يهوذا كان سبب ان هو موت نفسه. هو ده السقوط الأخير. هو بيوديك لأبعد نقطة انت شايفها، هي حاجة دي في بقى ضميرك. الصورة السوداء اللي الصورة السوداء. انت كانت ملونة قدامك، وشفت الفلوس، آه. وشفت الدنانير دي كلها، شفت الفلوس حلوة ازاي، والخطية حلوة ازاي، وحياتك هتكون حلوة لو انت اخدت الفلوس وسلمت المسيح، هتكون حلوة ازاي. خدتها، خلصت، الدنيا كلها سوداء دلوقتي، انت مش شايف اي حاجة.
مش هتشوف اخواتك التلاميذ، مش هتشوف السيد المسيح، مش هتشوف معلمك تاني. استحالة طبعا. رغم ان هو كان يعني دي كانت تكون اعظم قصة توبة لو رجع، بس هو خلاص الصورة السوداء عمت كل حاجة. مش هتوريك اي اضاءة تاني، مش هتوريك اي لون من الالوان اللي هو كان حاططها قدامك الشيطان. أكيد. يمكن تمام من يعني على الكلام اللي حضرتك بتقوله، تمام. الابن الضال استمتع بالموضوع. الشيطان ضحك عليه، ابتدى يفكر في ان هو ياخد فلوس ابوه الحي اللي هو من حقه ان هو ياخدها، ومن حق الاب اصلا ان هو يرفض ان هو يديها له. لكن الاب كان اعظم مثال ان هو اداله الفلوس، ودي كانت خطيه في حد ذاتها تمام بالنسبه للاب. يعني في العهد القديم كان بس هو اداله حرية، صعب. بس اداله حرية. بالظبط، اداله الحريه ان هو ياخد الفلوس. انت عايز الفلوس، خد الفلوس. خد الفلوس، عمل بها ايه؟ صرفها في ملذات، في شهوات، في خطيه جرت خطيه، لغايه ما الفلوس خلصت منه. واول ما خلصت منه ابتدى يندم. ما كانش قدامه حل تاني غير ان هو يندم. ما كانش شايف ان ايه اللي هيحصل تاني قدام. ولو كان شايف من البدايه انه في الاخر تمام الفلوس دي لو راحت هو هيبقى في المكان براعي خنازير، اعتقد ان هو ما كانش عملها. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من البدايه. الخطيه الاولى لادم وحواء. ادم لو كان زي ما الولاد كانوا بيقولوا ان لو انا مكان ادم كنت عملت ايه؟ في اولاد قالت في ولاد قالت وفي ولاد قالت مش لا، عارف. مش هينفع. طب وادم نفسه لو يعني سوري، يعني لو رجع بيه الزمن تمام كان هيسمع كلام حواء تاني؟ يعني اللي هو يقول لك اللي هو ازاي سمعت كلام حواء في ان انت تاخد تفاحه؟ هو ضحك عليه. هو وراه الصوره اللي انت مش شايفها من بره. هو الصوره اللي قدام عينيه دلوقتي حاجه ممتعه جدا، حاجه انا شايفها ملونه قوي طبعا. وفي الاخر خالص بعد لما خدتها ايه؟ طرت. بالظبط. شايف ليه احنا بنكون عارفين ان ده غلط وبنكمل فيه؟ ليه بيحصل ده؟ هي دي اللعبة اللي هو دايما بيحطها قدام عينيك وبيحاول يشتغل عليها بكل قوته، ولو انت فلتت منه مرة بيرجع لك لنفس اللعبة تاني، ولو فلتت منه التانية بيرجع لك تاني. ما بيزهقش على فكرة خالص. بس ان لا الرهبان يقول لك انا ضحكت على الراهب ده 500 مرة. لا يعني عادي. اتبسط انا 501 وقعته عادي جدا. 500 مرة انا جيت وزنيت على ودانه علشان يقع في الخطية وما كانش بيقع ومش هزهق. وممكن يكون بيزن على ودانه بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. هو ما بيكلش ولا يمل من الموضوع لحد ما تقع، لغاية ما تقع. لا اما ما قدامكش حل تاني غير ان انت تهرب. والهروب في الخطية بالذات هي اسلم شيء. في الهروب في الوقت ده مش نص جدعنة، ده كل جدعنة. كل جدعنة طبعا. ده كل جدعنة اللي انت خلاص انت يعني احنا لينا سلطان ان احنا ندوس على الناس. اكيد. بس الشيطان شاطر وعارف يلعب ازاي. هو ذكي في كل مرة. هو عارف هيخش لك منين. زي ما انت بتقول يا بشوي تمام. يمكن يوسف اعتقد ان هو لو ما كانش هرب كان هيبقى وقوعه مش طبيعي، وكان افضل حاجة بالنسبة له، ودي فرقت في حياته جدا جدا. هو كان متعلم فعلا. هو كان متعلم من بيت ابوه. كان متعلم الموضوع من بيت ابوه، مش حاجة جديدة على يوسف. فوجوده في بيت في ايمان كويس قوي هيخليك عندك انت عايش دايما وحاطط في دماغك انا احسن الناس، انا ما ينفعش يضحك عليا. وده الاهم، ان انت تعرف قيمتك عند ابوك شكلها عامل ازاي. استاذ جرجس لو تدينا كلمة في الاخر خالص بتلخص ازاي اهرب من التلذذ ده، وان ازاي وجود ربنا ومظلة ربنا هي حقيقي بتحمي ده مهما كان الشيطان شاطر. انا بقدر تحت مظلة ربنا اقدر اتحامى فيها. الابن الضال كان ما عندوش غير كلمة واحدة فكر فيها في لحظة: اقوم واذهب الى ابي. امتى؟ الان.
لو ما كانش تفكيره جابه قلقان كان الموضوع اختلف خالص. لو انت ما حطيتش نفسك مكان الابن الضال، هنشيل الابن الضال وهحط جرجس. جرجس قوم الآن، أروح فين؟ لأبويا. أبويا هيستقبلك، أبوك هيستقبلك. هتكتشف في الآخر إنه واقف مستنيك زي ما الأب كان واقف مستني الابن الضال. ده اتهلل وفرح وعمل وليمة وجاب له هدوم جديدة. إيه ده؟ أنا فين؟ أنا ما كنتش متوقع ده، لكن هو ده اللي حصل. أبوك واقف مستنيك. عشان إيه؟ عشان خاطر تخش حضنه وترجع للبنوية من أول وجديد، لأنه واقف مستنيك من زمان، ومش بيكل من إن هو يقف على بابك. طول ما هو واقف عمال بيخبط، وطول ما هو واقف فاتح إيديه بيستقبلك في كل وقت. مفيش يوم هتخبط على يسوع وهيقولك معلش أصل أنا مش موجود، استحال. عشان كده مهما تخطأ، مهما تكون حجم الخطية، الله واقف مستنيك. بجد أشكرك. انا بشكرك جدا حقيقي يا استاذ جرجس، يعني انا انبسطت حبيبي. جدا حقيقي أنا أكتر بالحلقه صراحة. دي. شكرا جدا. أشكرك. خليك زي الابن الضال، خليك تحت حضن ابوك مهما كنت غلطت، مهما كنت عصرت، مهما كنت سمعت صوته الشيطان وهو بيكلمك. بنشكركم واستنونا في حلقات تانية كتير.